اسرار لو عرفتيهم واتبعتيهم في رمضان وزنك هيقل جدا جدا ومش هيبقى فيه تخن خالص. انا رحاب. لو انتي اول مره بتشوفيني، لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك اشعارات بكل الفيديوهات الجديده اللي بتنزل. وبس كده، يلا بينا على الفيديو. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. رمضان كريم. 5 اسرار زي ما قلت لكم كده هنعرفهم دلوقتي. لو اتبعناهم في رمضان ان شاء الله هنشوف فرق كويس جدا جدا في تنزيل الوزن بتاعنا او الحفاظ حتى على اللي موجود وتثبيت الوضع اللي احنا فيه. بس حاجات لازم نبعد عنهم ونقاطعهم خالص في رمضان علشان احنا نشوف نتيجة حلوة جدا جدا في تنزيل الوزن. حاجة واهم حاجة وهي طبعا الحلويات طبعا كلنا بنتطافس في رمضان وبيبقى الموضوع اوفر زيادة عن اللزوم. وانا كنت واحدة برضو منكم في هذه التفاصيل. بس بحاول امسك نفسي وامسك اعصابي على قد ما اقدر. الحلويات بتبقى مغرية جدا جدا انا عارفة، وبنبقى غصب عننا بفرحة وجايه كده بنقعد ننقنق ونلقط ونزروط وبنعمل حاجات كتيرة جدا جدا. فالموضوع ده طبعا غلط. والمشكله ان احنا اصلا كل الفتره اللي احنا بنبتدي ناكل فيها لحد السحور كلها بالليل، فدي مشكله جدا. ومشكله مع الناس اللي مش بتتحرك، فدي مصيبه اصلا ان انت تاكلي وتفضلي قاعده رايحه جايه تفضلي تاكلي وتقعدي برضو. فدي مصيبه. هنطلع من رمضان انباط ماشي على الارض، فمش عايزين كده. عايزين نفضل حلوين على طول ومحافظين على جسمنا. فاول حاجه الحلويات تحاولي تقللي منها على قد ما تقدري، او لو حابه ان انت تاكلي منها يعني تاكلي حاجات كده بسيطه ومتفرقه، مش كلها ورا بعض وبكميات ضخمه عشان هتزعلي بجد. تاني حاجه معانا وهي لازم برضو تمنعيها على قد ما تقدري يا ست الكل علشان تحافظي على وزنك، وهي اكل بكميات رهيبه. في ناس بتاكل اول ما الاذان يقول الله اكبر ما بيشربوش ميه تقريبا وبيخش على الاكل على طول وبكميات بقى فظيعه، مش بيدوا المعده فرصه خالص خالص ان هي تاخد نفسها ولا اي حاجه من الكلام ده. فدي كارثه برضو. حاولي ان انت تاكلي كميه على قد بس ان انت يعني اللي هو بتفطري، مش اللي هو بتفطري وتتغدي وتتعشي في وجبه واحده، بلاش. حاولي ظبطي الموضوع ده. وبرده لو حابه ان انت تاكلي بعد الفطار حبه بسيطه كده وبعدين تكملي كده برده اللي هو تلقطي كده، بيبقى احسن ما انت تكربسي كله برده في حاجه واحده. ثالث حاجه معانا ودي برده حاجه مهمه جدا جدا واغلبنا طبعا مدمنها، وهي المشروبات الغازيه، الكولا واللي حاجات كتيره بدون ذكر اسماء يعني عشان ما يزعلوش مننا. فدي كارثه رهيبه جدا جدا وبتعمل كروشه كده محترم قدامك وبيبقى شكلك بشع. وعلى فكره الصيف داخل وفضايحنا هتبقى كتير فنحاول نلم نفسنا ونلم الدور على قد ما نقدر علشان شكلنا يبقى حلو بقى في اللبس الصيفي والحركات بقى بعد رمضان والعيد وكده. رابع حاجه وهي تجنب المقليات والوجبات السريعه. طبعا احنا عارفين ان هي فيها زيوت كتيره بالهبل يعني، فنحاول ان احنا نبطل الحاجات دي او نقللها على قد ما نقدر جدا جدا. الموضوع ده برده هيفرق جدا جدا معاكي. حاجه بقى وهي برده حاجه من حاجات رمضان اللي احنا بنعشقها اصلا واساسيات كده، بس نحاول يعني نمسك اعصابنا عنها شويه، وهي المكسرات طبعا غليت جدا جدا، فاحنا نحاول نحترم نفسنا ونمسك في موضوع ان هي غليت دي وما تجيبهاش اصلا، او حاجات يعني اللي هي كميات بسيطه ما تبقاش اللي هي قدامنا بكميات على اساس ان انت قدامها تبقى مغريه جدا جدا وغصب عنك في رايحه جايه بتاكليها. فالمكسرات معروفه ان هي بتدي قوي في الوزن، فاللي عايز يتخن ياكل مكسرات، انما اللي عايز يخس ويخرج من رمضان مؤدب كده وجسمه حلو ولطيف يبعد عن المكسرات. ندخل بقى على الحاجات المهمه اللي لازم نعملها، دي برضو هتساعدنا جدا جدا ان احنا ننزل في وزننا او نحافظ على وزننا قدر الامكان. وهي اول حاجه معانا وهي تناول ميه بكميات كبيره من اول ما تفطري لحد السحور. اشربي ميه بكميات كبيره جدا جدا، دي هتساعدك في موضوع الوزن. تاني حاجه معانا وهي هتساعدك برضو في تنزيل الوزن بطريقه مذهله، الا وهي الرياضه. طبعا معروفه من غير كلام كتير وكلمتكم عنها كتير وعن فوائدها ورغينا فيها كتير قوي قوي، وان هي برضو للنفسيه حاجه مذهله. فالرياضه تحفه يا بنات بجد، ولو عملتي كده في رمضان بجد هتبقي بنت يعني عسل قوي. اللي بعده على طول ودي حاجه برضو يعني هتفيدكم جدا، واللي هينزل الجيم وهيلعب رياضه هيبقى
عايز ياكل اكل صحي او اكل الى حد ما ان هو مفيد وفي حاجات صحيه وهتفيده وهتفيد جسمه ومش هتضره ومش هتخنه. الاكل الصحي دخلوه، حاولوا دخلوه في النظام بتاع اكلكم كسحور كفطار. الموضوع ده هيفرق جدا جدا معانا، وهي السحور، وجبه السحور حلوه قوي قوي ان انت تتسحري ومفيده على فكره للجسم. وبس كده يا حبوبات، وصلنا لاخر الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير لاصحابكم عشان كمان هم يستفادوا. فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعارات بكل فيديوهاتي الجديده. ما تنسوش الاشتراك في قناه الفلوجات. عملت قناه الفلوجات هنزل لكم عليها حاجات حلوه جدا 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 تخص بقى البيت وحركات كتيره قوي هتعجبكم قوي. بس كده اشوفكم على الف خير الفيديو اللي جاي. باي باي.